الحقيقة واحنا بندور على منصات السوشيال ميديا كده وبنتصفحها اكتشفنا واحد من صناع المحتوى الشاطرين اللي بيقدموا فيديوهات تحفيزية للشباب، وكمان بيقدموا فيديوهات إنسانية واستثنائية أيضا من قلب المجتمع. هو صانع المحتوى مصطفى ديشة اللي موجود معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل يا استاذ احمد. يعني ايه العظمه اللي انت عاملها دي يا مصطفى في الاول؟ يا رب يخليك، ده والله حاجه بسيطه من اللي انتوا بتعملوها والله. لا احنا نيجي ايه جنبك يا مصطفى دلوقتي. لا يا باشا، انت العظمه كلها. بس مصطفى، في البدايه عاوزين نعرف منك ازاي بتختار فكره المحتوى للتنميه البشريه تحديدا اللي الناس بيشوفوه وبيعجبوا بيه وبنشوف شير كتير ليه وتداول كتير موجود عليه يعني. والله هو الموضوع بتاعي المحتوى قايم على ان انا بشوف الحاجات اللي احنا كلنا بنعيشها. نعم. يعني انا بختار المواضيع اللي احنا كلنا في يومنا الطبيعي بنمر بيه. فمن كل الحاجات اللي حواليا ببتدي اكتب المواضيع على كده، حاجات حصلت قدامي وشفتها. فالحاجه اللي انا بشوفها بتحصل معانا كلنا فببتدي اتكلم عنها. وده يعتبر سبب رئيسي في الانتشار، خلي الناس تهتم بيه. صحيح. طيب ديشا، طبعا صباح الخير عليك. لكن صباح الفل يا جميل. اهلا بيك. ممكن يبقى ناس كتير قوي عندها افكار او عندها حاجات ممكن تتكلم عنها، او ممكن يكون عندها محتوى كويس فعلا، بس ما بيبقوش عارفين يبتدوا منين، يعملوا ايه، ازاي يستعرضوا المحتوى ده. انت في البدايه لما يعني الفكره جات لك ازاي؟ ليه اخترت المحتوى ده تحديدا؟ ولما خلاص يعني رسيت ان انت هتقدم ده عملت ايه؟ والله انا بالنسبه لي، انا التجربه بتاعتي، انا بدات الفيديوهات بتاعتي كنت انا بكتب البوستات دي بنزلها عندي على الاكونت على الفيسبوك. وكان الموضوع مقتصر على اصحابي المقربين بس، ما كانش عندي متابعين ولا كان اي حاجه. فانا جيت قلت عايز اطور الموضوع شويه، فبدات ان انا الحاجات اللي بتبقى مكتوبه دي قلت احولها لصوت. فخليت الفيديو بقى يتحول، او طريقه البوستات تتحول من ان هي مكتوبه، خليتها الفيديو بصوتي بطريقه معينه كده زي اللي حضرتك شفتوها، وبدات اطلعها بشكل الفيديوهات الاخير ده. فكان الموضوع مقتصر في الاول على اصحابي. نعم. فبدا الموضوع ينتشر وبيجيب بقى شيرز كتير ورياكتات وكده، فما كانش في دماغي بصراحه كل الانتشار ده. فالحمد لله، شكر ربنا، في الاول وفي الاخر الموضوع بدا ينتشر كده ويوصل لحاجه كويسه يعني. نعم. يعني انت شايف يا ديشا فكره المعادل البصري فرقت، يعني من فكره اللي انت كنت مكتوب لصوره الموضوع فرق؟ فرق جدا. يعني مش معظم الناس بتقرا، بس ممكن معظم الناس تسمع الكلام وتتشد بالطريقه اللي بقول بيها وتتاثر، وكان ده سبب رئيسي فعلا لانتشار الفيديوهات. طيب خلينا نتكلم بقى على نقطه مش كل الناس بتقرا، لان امبارح كان معانا يعني واحد من اليوتيوبر اللي معروفين برضو، واتكلم على فكره ان احيانا الحاجه اللي بيعملها بيلاقي رد الفعل الخاص بيها ان الناس بتقول له انا اشتريت الكتاب وقريته. فهل ده حصل معاك، اللي انتوا كنتوا نوع من انواع الحافز للناس علشان ترجع تاني للقرايه؟ والله انا قلت ايه، انا عايز اوصل المعلومه لاكبر كم من الناس. صحيح. فقلت في ناس ممكن تكسل تقرا، مش قصدي ان هو ما بيقراش خالص، لا، وهم كثر على فكره يعني. يكسل، يعني ممكن يشوف نعم. بوست طويل فيقرا منه سطر سطرين، ممكن بقى لو الموضوع شد قوي يكمل، ممكن ما شدوش ما يكملش. فانا قلت انا عايز اوصل المعلومه لاكبر كم من الناس، فانا بطريقه سهله، فقلت ان انا هبقى بقدمها بشكل الفيديو اللي انا بقدمه ده. والموضوع يعني بدأ ينتشر كويس جدا بقى في كل المنصات والستوريز بتاعت الابلكيشنات. نعم. فبدأ يلاقي انتشار كويس يعني. طب ديشا، يعني لو اتكلمنا على كل المنصات او كل مواقع التواصل الاجتماعي، في محتوى كتير جدا، في ناس دايما بنشوف ان بيبقى في حاجات تافهه، ولكن في كمان المحتوى المحترم من خلال الريتش، او اكيد في طريقه بتعرفوا بيها قد ايه وصلتوا للناس قد ايه، او بنسبه قد ايه. شايف الناس بتهتم اكتر بالحاجات ومش بتكلم على الحاجات اللي بتضحك بالمناسبه لانها بتبقى لطيفه ومهمه، انا بتكلم على الحاجات التافهه او الحاجات السخيفه. شايف الناس بتتجه لايه اكتر؟ لو في محتوى كويس فعلا الناس بتتجه ليه، ولا الناس بتحب اصلا المحتوى السخيف والتافه ده؟ والله انا بالنسبه لي، انا المحتوى بتاعي يعتبر يعني ما فيهوش تفاهه خالص يعني. صحيح. لا طبعا، انا عشان كده بسالك من خلال انت وبلاقي يعني انا يعني الحمد لله انا عندي مثلا عدد متابعين كبير جدا. فلو قلنا ان الناس ما نقدرش نقول ان الموضوع مقتصر على الكوميديا او التفاهه او اي حاجه، لا، في برضه ناس كثيره بتدور ان هي تستفاد بمعلومه، بقول له نصيحه، بقول له تجربه انا مريت بيها او غيري مر بيها،
فبيستفاد، فبيشوف ان الموضوع ده مفيد لينا كلنا. بس فالموضوع ما بيبقاش مقتصر على التفاهه او لا خالص. ما هي دي الفكره، انه اكيد لو في محتوى جيد اكيد الناس هتبقى عايزه تتابعه، بس الفكره انه احيانا المحتويات الجيده ما بتبقاش بس كتيره او ما بتبقاش لا منتشره خالص زي خالص التانية. والله، يعني انا هو المحتوى بتاعي يعني الحمد لله، ومش انا بس، وفي ناس كتير يعني بعيد عن حته ان التفاهه وكده، في ناس كتيره بتتشاف وبيعملوا انتشار كبير جدا على كل المنصات بتاعت السوشيال ميديا. فالموضوع لا مش مقتصر على التفاهه طبعا بس. دي حاجه لطيفه صحيح. جدا وده طبعا. بيثبت ان المعدن الجيد لا يصدأ ابدا يعني. بالظبط. طيب عاوز اعرف وبعدين الشريحه اللي بتتابعكم يا مصطفى اتفضل. يعني من كام لكام تحديدا، وازاي بتارجتوا الشريحه دي، ازاي بتوصلوا لها بانتشار كبير؟ والله هو الفئه اللي بتبقى عندي انا، المحتوى بتاعنا اللي بيتاثروا بنسبه التنميه كبيره، البشريه. نعم. اللي هو من 20 لغايه 40 50 وممكن 60 كمان، لان انا بتكلم على الحاجات اللي بتحصل في يومنا كلنا، فهي مش مقتصر على فئه معينه، لا ده اي حد. يعني انا بتكلم عن الصحاب، عن العلاقات مع الاسره، كل حاجه. نعم. فالموضوع بيخص اي حد، مش متارجت فئه معينه، لكل الناس. نعم. طيب مصطفى، برضو في نقطة مهمة جدا. للأسف احنا بنشوف على السوشيال ميديا ناس كتير جدا بتفتي، يعني بيطلعوا يتكلموا من وجهة نظرهم البعيدة كل البعد عن العلم أو عن أي مرجع ثابت أو مرجع علمي. أنت يعني مصادرك بتكون إيه؟ المحتوى اللي بتقدمه ده بتبقى جايبه منين؟ والله يعني في حاجات بستشهد فيها بآيات قرآنية، بأحاديث، بقصص عن الصحابة، ده لو مثلا بتكلم في حاجة ليها علاقة شوية بالدين. العلاقات بقعد ابحث كتير واشوف مثلا كتاب كبار واشوف برضو العلاقات اللي حواليا. يعني انا برضو دي نقطه مهمه، ان فعلا اللي بيقول معلومه او بيقدم حاجه على السوشيال ميديا لازم يتقي ربنا. طبعا بالظبط. لان في ناس كتيره ممكن تشوف حد قدوه او مثلا يقولوا ان الحد ده عنده خبره كبيره في حاجه، فيبتدوا يمشوا على نفس اللي هو بيقوله والنصيحه اللي هو بيقدمها. وفي ناس فعلا ممكن تكون ما عندهمش اي خبره فيضروا الناس. طبعا صحيح. فلازم ان كل الناس اللي بتقدم محتوى لازم يتقوا ربنا في اللي بيقدموه. نعم. ويتاكدوا من المعلومه. صحيح. مش هقول حاجه لمجرد ان هو كلام وخلاص. بالظبط، والمتلقي كمان يتاكد من المعلومه. طبعا بنشكرك جزيل الشكر. طبعا اتفضل. طيب بنشكرك مصطفى ديشة. مصطفى بنشكرك جزيل الشكر. مصطفى ديشة صانع المحتوى واليوتيوبر. موضوع اخر مهم